السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من تطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلا من تطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه فيك جي بي اس جو لوكيشن تشينجر. التطبيق ده مساحته 22 ميجا، حملوه اكتر من 100 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالجي بي اس او تغيير موقعك على الجي بي اس او مكان اللي انت فيه. حابب ان انت تبعت لوكيشن لاي حد، مش عايز تعرفه مكانك فين الحقيقي. لو انت مثلا في البيت وحابب ان انت تقول لحد ان انت مسافر في مكان غير اللي انت فيه، فانت بتقدر تستخدم التطبيق ده ان هو يبعت لك لوكيشن على حسب المكان اللي انت فيه، او على حسب المكان اللي انت عايز تكون موجود فيه. انت دلوقتي مثلا في القاهرة، حابب تبعت لوكيشن لواحد صاحبك ان انت في اسكندرية، تقدر تبعت له من خلال التطبيق ده بسهولة. بتقدر كمان تستخدم التطبيق ده في الالعاب اللي هي بتكون اونلاين، او الالعاب اللي هي بيكون مطالب منك ان انت تكون فاتح من دولة تانية عشان تقدر تلعبها، او الالعاب المحظورة في بلدك. فانت بتقدر من خلال التطبيق ده آه، يبقى كأنك فاتح من دولة متاح فيها اللعبة دي، فانت بتقدر تفتح اللعبة بسهولة. كمان بتقدر تستخدمه في التطبيقات المواعدة اللي هي المراسلات مع اشخاص تانية، او تتعرف على اشخاص تانية، ان انت تعرفهم ان انت مثلا من دولة تانية غير الدولة اللي انت فيها عشان يكون التعارف والصداقة بينكم تكون بشكل افضل. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق عشان تقدر تستمتع بكل مميزات التطبيق وما يقفش منك. بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تسيب في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.